اسمع الكلمتين دول وركز فيهم كويس. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. دائما تردد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش المعنى خلف هذا الدعاء؟ حينما نقول اللهم صل قالوا الصلاة على النبي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء. ترى هذا معنى عظيم جدا وعميق لما تفكر فيه، وكأنك تقول اللهم إني أسألك أن تصلي وتثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم وعدك أنك إذا صليت عليه صلاة واحدة يصلي عليك الله بها 10، أي يثني عليك الله بها 10 مرات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فيتحقق بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أعظم مطالب العباد في الدنيا بكفاية الهم، وأعظمها في الآخرة بغفران الذنب صلى الله عليه وسلم.